السلام عليكم. واحدة من أصعب الأوقات اللي بتعدي علينا هي الفترة اللي بعد ما بنخلص امتحانات الثانوية العامة دي، اللي هو احنا خلصنا امتحاناتنا وخلاص أنا فرحان ومبسوط وجبنا ورد وهيصنا قدام اللجنة. بتروح بقى مع نفسك البيت وتقعد تحسب كل درجة. أنا ممكن أنقص كام في الفيزيكس، ممكن أجيب كام في الكيمستري، التاريخ عملت فيه إيه، العربي كان وحش. كل الحسابات دي بتضيع عليك فرحة إنك خلصت وعديت من مرحلة من أصعب المراحل اللي ممكن تعدي عليك في حياتك. فما تخليش كل اللخبطه دي تسرق منك فرحتك. كده كده انتوا عملتوا اللي عليكم وخلاص، مفيش في ايديكم اي حاجه تانية تعملوها، وكل حاجه دلوقتي بايد ربنا. فاتبسطوا وعيشوا حياتكم وناموا من غير الارم، واللي عنده هوايه يرجع يمارسها تاني، حد عايز يروح تمرين يروحوا لحد ما النتيجه تطلع. ولما النتيجه تطلع نبدا نفكر بقى ونشوف هنتصرف ازاي ونعمل ايه في كل الاوبشنز اللي هتكون متاحه بالنسبه لنا. فطلبة الثانويه العامه اتبسطوا والف مبروك ليكم، وان شاء الله كل اللي جاي احلى. افتكروا دايما انه الثانويه العامه مش هتحدد مصيرك في الحياه، هي بتفتح لك طريق، اوبشن ممكن تمشي فيه، ممكن تقرر انك بعد ما تتخرج تمشي في طريق تاني خالص. وما تنسوش ان انتوا عملتوا اللي عليكم والباقي على ربنا، فخلوا ايمانكم قوي. بس كده، والف الف مبروك لطلبه الثانويه العامه. باي.